the Shiite axis from Iran, Iraq, Syria, Lebanon. Actually, vis-a-vis that, there's a bombastic and strong regional alliance. Greece, Cyprus, Egypt, Jordan, the Gulf countries, and the State of Israel is within that alliance. This is a development unprecedented. Not only that, the Iranians themselves, they see in this development like a grip, a geographic grip from the south, but also ideological grip, or even religious one, in all aspects. لأنه نحن قريبا جدا جايين عنكم. يعني مو هي السنة الجاية حتما، يعني إذا مو هي السنة الجاية حتما نحن سنكون متواجدين على الأراضي اللبنانية. وبالعراق كمان نحن عملنا نفس الشيء، يعني فنحن واخوتنا في العراق، يعني عم نحكي على العرب السنة. العرب الشيعة إذا حبوا يطلعوا من الإيراني أهلا وسهلا، ما عندنا مشكلة شيعة سنة. بس إذا العرب الشيعة بدهم يدلوا مع إيران فيعملوا لحالهم دولة. إحنا ما عاد بدنا إياهم داخل العراق. فالعراق سيقسم إذا لم يفهم العرب الشيعة إنه هن يقطعوا مع إيران. الكرد والعرب رح نتفق، بسيطة كتير، صارت مسافة قريبة يعني. فنحن والكرد بالعراق بنصير أغلبية، بنصير نحن العراق. 3 دول فدرالية بتصير 3 دول سيدي، شو المشكلة يعني؟ في بعض القضايا المتعلقة ببعضها ما هي مشكلة يعني. فالعراق سيقطع، العراق القسم الشيعي عن سوريا. نحن نحمي ظهرنا يعني. اخوتنا شباب العراق جاهزين الحمد لله، وبلشوا يتحركوا، وقريبا رح تشوفوا ظهرنا من هون. الخنجر اللي بصدرنا اللي هو لبنان يعني رح نفتله، يعني مجبرين. سردنا ظهرنا لاخوتنا العرب بالعراق واخوتنا الكرد بالشمال، وجينا عليكم، رح نجي عليكم يعني. السفياني يخرج من الوادي اليابس واسمه عثمان بن عنبسة في الشام. الآن هو موجود في الشام، الآن هو موجود. واليماني أيضا موجود، لكننا لا نعرف مكانه. أبي عبد الله قال كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، باعتبار أنه يا أما السفياني أو صاحب السفياني، يعني قائد جيشه. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فينادي مناديه من جاء ورأس شيعة علي، رجل من شيعة علي، فله 1000 درهم، فيثبت جار إلى جاره فيضرب عنقه. اتركوا شيء محترم لمستقبلكم. فكروا لبعد سنة، فكروا لبعد سنة عندما يأتي الجيش العربي الموحد السوري الموحد مع دعمه الكردي ودعمه العراقي ودعمه المدري شو، يجي لعنكم ويقول لكم طالعوا هول الإرهابيين. هلأ ما في مجال لكم طالعوا الإرهابيين. تسلمونا الإرهابيين اللي قتلوا مليون إنسان سوري، واللي مخزنين كيماوي، واللي مخزنين من شو بدهم يضربوه على الشعب اليهودي الشقيق. بدنا إياه. وذكرت الروايات أن السفياني يقتص من الموالين لعلي. الرواية من جاء برجل من شيعة علي فله 1000 درهم فيثبت جار على جاره. الرواية كاملة معروفة، يعني الجار يروح يبلغ أنصار السفياني أنه فلان من المجاهدين أو من المقاومين بالحشد الشعبي وغيرها. لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة. علي أمير المؤمنين يقول تنتهي هنا يا أمير المؤمنين؟ قال لا، لتغربلن غربلة والله وأيم الله، لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. رح نعمل تحالف دولي، يعني نحن اليوم التحالف الدولي، مو انتم. يعني إذا أنتم شادين ظهركم بفرنسا وأوروبا، نحن اللي صرنا فرنسا وأوروبا وأمريكا. يعني إسرائيل تتحول لشريك في المنطقة. لهالسبب نحن وياها سنكون في خندق واحد، يعني مثل ما أنتم خندق المقاومة، نحن خندق التطبيع. فخندق التطبيع في مواجهة خندق المقاومة. مين رح يغلب يا حزبكم؟ دول الخليج، دول العربية، تركيا، مصر، مدري شو، ولا لبنان وإيران وحزب البعث العربي الاشتراكي؟ ما في غيركم، ما في غيركم. ويملك الأردن ويملك فلسطين، يعني اليهود يسلمون الفلسطينيين أيضا ويتحالف معهم، يكون متحالفا معهم. فإذا السفياني اللي مدة سنة وكسور قبل ظهور الإمام سلام الله عليه يحكم،
يكون دفعة قوية إلى من اليهود والغربيين ويسلطوه ويحكموه ويبنوا له جيش وإلى آخره. هذه الشخصية التي ستكون مقدمة من مقدمات علامات الساعة الكبرى، هذه الشخصية التي ستقضي على دولة الشيعة، سيكون لها دور كبير جدا في القضاء على الشيعة. هذه الدولة التي ستحارب المشرق والمغرب، ثم بعد ذلك ينقلب، يكون ممهد للمهدي ولكنه ينقلب عليه فيقتل ويخسف بجيشه بأكثر من منطقة. وما حصل من شرف في دمشق وريفها وحلب وريفها وإدلب والساحل، كلنا إن شاء الله سنكون الجيش السفياني الذي سيفرون منه بإذن الله عز وجل. طيب سنكون الجيش السفياني